في مدير فني قبل الماتشات الكبيرة بيعرف ياخد قرارات تفيده بعد كده، لكن فيريرا مدرب الزمالك هو سبب خسارة الزمالك لنقطتين والتعادل أمام الجونة. الفكرة هنا والسؤال اللي محتاجين نسأله كلنا لعماد النحاس، لأن نفس القصة كانت في ماتش الأهلي وحرس الحدود. والنهاردة أنت هتقابل الأهلي في مباراة قمة صحيح، لكن في النهاية هي مباراة 3 نقاط، ما انتش هتقابله في نهائي كاس مصر مثلا ولا هتقابله على بطولة. هي مباراة ب3 نقاط. طب ايه الهدف ان انت تريح اللعيبة وتقول لاخوان بيزيرة خد انذار وتستبعد لعيبة من مباراة الجونة عشان طمعات في مباراة الاهلي؟ طب انت كسبت الاهلي استفدت ايه؟ هتبقى خسرت نقطتين قدام فريق زي الجونه. طب تعالى شوف الناحيه الثانيه، عماد النحاس برضو في المؤتمر الصحفي يقول لك ايه؟ يقول لك ان اللعيبه غصب عنها عينيها بتروح وتفكيرها بيروح على مباراه الزمالك. ويا جماعه على فكره احنا كدبنا كدبه وصدقنا فيها نفسنا لما قلنا انها بطوله خاصه. مفيش حاجه اسمها بطوله خاصه، ده ماتش في الدوري ب3 نقاط. فقدت نقطتين قدام الجونه مش هيفيدك النتيجه حتى لو كانت ايجابيه قدام الاهلي، لان في النهايه انت بتلعب دوري محتاج تجمع اكبر عدد من النقاط فيه.